السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. حلقتنا حلقة مميزة وحلقة نارية في كل الاتجاهات. أنا حابب في البداية أعتذر لخدمة عملاء حابب أعتذر للشاب اللي كان في خدمة العملاء دي، كانت في البداية، لأن الأسلوب اللي اتجه بيه النهاردة اللي هو أخو المتحدث الرسمي للنادي الأبيض، النادي إياه، بطريقة بذيئة إنه سب وقصف سواء الشركة أو خدمة العملاء أو الناس اللي عملت الإعلان بلفظ بذيء ولفظ قلة أدب. أنا حابب أعتذر وأقول له حقك عليا، بجد حقك عليا، لأن بس معلش، هي دي ضريبة الناجحين دايما، وهم دول معاملة الفاشلين. أخو أحمد سالم سرب مكالمة إنه دخل يعني عمل فيها السبع الرجال عشان ياخد الترند عند جمهور نادي الزمالك، وللأسف الأشكال اللي زي دي هي اللي بتبقى ترند فعلا، مش الصح ومش كل شيء كويس، لا اشكال ان واحد يطلع يعمل يفكر انه يبقى سبع الرجال ويبقى هو اللي يطلع يشتم فلان وعلان ويطلع يرسل نفسه ويسجل نفسه ويقول انا اخو احمد سالم المتحدث الرسمي، عشان لما المكالمه يسربها يضرب لنفسه بنطه عند جمهور الغلبان اللي يا عيني بيسقف ويطبل ويهلل على اي شيء. لكن انا حابب اقول للشاب اللي كان في خدمه العمله حقك عليا، انا اسف، معلش، كان عندكم حق في الاعلان وكلنا عارفين ان كان عندكم حق في الاعلان، بس هنعمل ايه؟ الدماغ دماغ الناس زعلت ان في تلميحات في الاعلان على نادي الزمالك، مع ان الناس كلها كانت سامعه وشايفه سباب وقصف وقله ادب مما تتخيل من قناه نادي الزمالك واللي جوه قناه نادي الزمالك، وشيء مباح، لكن ما حدش كان بيتكلم، لان جمهور نفس الاهلي راسي، واعلام الاهلي راسي، واداره الاهلي راسيه، كلها هاديه. وياما عملوا اعلانات وعملوا بيانات فيها تلميح لما كانوا بيقولوا على السوق والعوام، محدش كلمهم، لان معروفين البني ادم المحترم معروف والبني ادم قليل الادب معروف، ما فيهاش كلام. فانا بقول اللي بتاع خدمه العملاء بتاع شركه تاني حقك عليا، انا اسف، بس هو العيب مش عليه، مش عليك ولا على الشركه ولا اللي عمل اعلان ولا الكلام ده، لا، العيب على البني ادم تاني اللي حب يطلع ترند على قفا جمهور غلبان والله، ولازم يذكر اسمه عشان يتعرف. شفت انا عملت ايه؟ شفت انا عملت ايه في بتاع خدمه العملاء؟ هغير خطوطي كلها. يا عم ارحمنا، يا عم خد الطبق مسطور. فهي دي اللي احنا بقينا فيه، الترند في قله الادب. فاخو المتحدث الرسمي احمد سالم ركب الترند في قله الادب عشان يضرب بنطه عند جمهور بيندحك عليه سهل. ده كان بس حابب اقول الكلمتين دول في الاول، لكن في الاخر هو امر واقع ولازم نستحمله ونعيشه كجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي والنادي الاهلي كله. فلوس الزمالك منين؟ فلوس الزمالك عماله تطلع. الزمالك طلع بيان، يا دي النيله، بيان تاني. هو الزمالك ما وروش غير البيانات؟ نادي اكبر قلعه بيانات في مصر، اكبر قلعه بيانات في مصر السنه دي. الزمالك عمل كميه بيانات مالهاش وصف. قال لك ان احنا سددنا اكتر من 6.5 مليون دولار من خزينة النادي لكل الايقافات. يا فرحتي، ما انتوا اكيد كان لكم فيها. حسين لبيب كان له جزء من الاجزاء دي لما كان بيجي في اللجنة من اللجان، لكن احنا عايزين نعرف فلوس الزمالك جت منين. ده انتوا اللي كنتوا عاملين بالو وعاملين فرح لما كنتوا بتقولوا الاهلي بيجيب فلوسه منين. الاهلي اللي بيخش له ملايين الدولارات من كل اتجاهات، من بطولات ومن انديه ومن رعاه ومن كل شيء، بتقولوا الاهلي بيجيب فلوسه منين. فما بال بقى نادي الزمالك اللي ما هوش لاقي ياكل، مش لاقي يدفع فلوس مرتبات، مش لاقي يدفع مديونيات، مش لاقي يدفع رواتب اللعيبه اللي عنده. دفع الفلوس دي كلها، حوالي 2 مليون يورو في خلال يومين. مليون يورو او اقل حاجه بسيطه لخالد ابو طيب، وحوالي مليون يورو او اقل حاجه بسيطه لباتشيكو. في ناس كلام كتير قالت ان الزمالك باع جزء من ارض 6 اكتوبر واجروا جزء لمده بعيده كبنوك او اي حاجات كتير هتتعمل. على العموم احنا نفرح لكم والله في الخير، بس يا رب خلي بالك عشان لسه لسه جاي نضاي وفي مشلاك، ويقال ان جروس لسه ما خلصش فلوسه، في ثلاث بلاوي جايين. طب هي هتقف على كده؟ لا، معنى كده ان الزمالك هيجيب صفقات. الله، ايه الفلوس اللي عماله تطلع من تحت الارض دي؟ وما لقوا كنز هناك ولا ايه في اكتوبر؟ يا عم لو لقيتوا كنز هاتوا لنا حته معاكم، احنا اخوات برضه حبايب.
او ادوا البيراميدز. الله والله تصدق تكون فكرتني، يكون بيراميدز هو اللي ساعد زي ما ساعد فلوس قبل كده بتاع بنتايك. الواحد غلب ومبقاش عارف نادي الزمالك ده بيجيب فلوسه منين، انما الاهلي بيجيب فلوسه من وين 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 وين, وين. الشركات اياها. صح يا خضري؟ تخيل بكل بساطه احنا مش شغالين، محدش في اداره النادي الاهلي وغيره طلع يتكلم عن نادي الزمالك، انما نادي الزمالك لوك 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 في كل اتجاه. يلا على الله. المفاجاه ان اتحاد الكوره زي ما احنا قلنا في فيديو قبل كده، حرب المشتعله بين هنا أبو ريدة واحمد دياب او الاتحاد والرابطه. الاتحاد كان قرر باجتماع مع الانديه يوم 20 اللي هو بكره الثلاث. الرابطه عملت ضربه كرسي في القلوب وقالت اجتماع مع الانديه يوم 18 اللي هو امبارح كان الحد. طبعا دياب دخل في اللي دخل من اللي ملوش، دخل فيه نظام الدوري الجديد، ودخل فيه ان هو بقى مكمل في الرابطه الموسم اللي جاي، ودخل في موضوع الهبوط، ودخل في كل حاجه اللي هي ممكن ما تكونش اختصاصاته. هنا ابو ريده اما اجل الاجتماع وخلاه يوم 2/6. 2/6 ده يعني تقريبا النادي الاهلي هيبقى فاضل يوم ولا يومين ويسافر على امريكا، نعيش ونشوف ان شاء الله. لكن الغريب ان الكابتن او الاستاذ هنا ابو ريده لما حط قائمه اعمال للاجتماع ده قال هيتكلموا على لوائح وقواعد الموسم الجديد، اللوائح والتصوير المبدئي او يعني تصور مبدئي لمنافسات الناشئين والشباب في قطاع الناشئين للانديه، ومنظومه ترخيص الانديه، يعني هتدفعوا فلوس قد ايه ونسيب. هي هتبقى ماشيه توازنات، اللي هيطبطب ويدلع ويهشك الانديه اكتر هو اللي هيركب. لكن هل ده معناه ان الحرب خلصت بين ابو ريده واحمد دياب او الاتحاد والرابطه؟ ما خفي كان اعظم. وطبعا في واحد تبع ابو ريده اللي ملوش اي صفه في الاتحاد هو اللي بيلعب وبيبوظ كل حاجه، كلنا عارفين ان هو مجاهد. لكن احنا عايزين نعرف حاجه مهمه قوي، لامتى هنتنينا بالوضع ده؟ والله الرياضه في مصر بقت حاجه صعبه جدا جدا جدا. الرياضه في مصر بقت فعلا الوضع صعب. الناس كانت بتتكلم ان النادي الاهلي الاهلي حسب تصريح ثروت سويلم لما قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي من اول الناس اللي رفضت موضوع الهبوط عشان خاطر الاسماعيلي، وقالوا ما ينفعش الدوري يبقى موجود ما فيهوش الاسماعيلي. والله انا على قد ما مأيدك يا دكتور محمد، لكن مش مأيدك، لان الناس دي لا بتشيلش الجميل. اسماعيلي وجمهوره ما بيشيلوش الجميل، لان من اول تكه بيضربوا كرسي في الكلوب ويقوموا الدنيا على بعضها، ومحدش بيفتكر من اللي انت عملته معاه. للاسف هو ده قدر النادي الاهلي، بيساعد كل الانديه يمين وشمال، ولما يجي يطلب مساعده من حد يقول لك احنا عايزين وعايزين وعايزين. بيتنكوا على الاهلي اللي خير ولحم كتافهم من خير النادي الاهلي. بس هنقول ايه؟ هو ده قدر النادي الاهلي، انه لازم يكمل ويستمر وما يبصش وراه، عشان عندنا مهمة جامدة جدا يوم 28/5 مباراة فاركو. مباراة مش سهلة، مباراة مش طبيعية، وعايزين دايما، وهكررها في كل فيديو وكل لايف وكل شورت، اقول خلي بالك وحطوا قدام عينيكم دوري انبي، دوري سيد عبد النعيم اللي ضاع مننا في اخر مباراة وكنا محتاجين تعادل. لازم اللعيبة تركز وكل واحد يعرف دوره ايه ويشتغل عليه. كله بيسأل فين المدرب. تنسيق مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف اتفقوا ان الكابتن عماد النحاس هو اللي هيكمل لغايه نهايه الموسم. هيطلعوا بعض الاعلاميين يقول لك طب يا عم ما هو جاي، ما هوش هيمسك غير يوم 28 ولا 29/5 اهو. طب ما كنتوا استنيتوا بقى جوزيه جوميز. ده اثبت دليل ان النادي الاهلي ما كانش محتاج جوزيه جوميز، او ما كانش في سكته، ولا موضوع الوقت كان هو الحاجز اللي موجود. تحية ليكم، تنساش اللايك للفيديو، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم، دعمكم ليا شرف ليا. وتاني وتالت وعاشر اللي بتاع خدمة عملة شركة الاتصالات، حقك عليا انا اسف، لكن ده قدرنا ولازم نستحمله. السلام عليكم.